منذ سنوات وأنا على معرفة بعادل أيام كان بمركز التكوين بنادي لونس الفرنسي. والغريب أنني أنا وعادل غادرنا لونس في الموسم الماضي. عادل انتقل للهلال السعودي وأنا انتقلت لأهل دبي. قدم لدبي للقائي وأنا سعيد كثيرا بذلك، رغم أن اللقاء للأسف يأتي في إطار التأكد من إصابته لثقته الكبيرة في عملي، فقد عملنا سويا لأكثر من 12 سنة، بالإضافة إلى أنه في هذه المرحلة يحتاج لجرعة من الثقة أكثر. أنا على معرفة بأن طبيبه الرئيسي قام بالمطلوب، غير أن أغلب اللاعبين كما هو الحال مع عادل كان يحتاج لتأكيد كشف الفحص، وهو ما قمت به فعلا لإعطائه الثقة في نفسه، وهو يطبق برنامج عمله للرجوع في أسرع الأوقات للمنافسة، لأن إصابة عادل من أهم الأشياء التي تستلزمها عدم الحركة لكي يستعيد العضو المصاب مكانه الصحيح، وبعد ذلك تدعيمها بمجموعة من التمارين البدنية للتقوية. كما أقول للجمهور بأن لا يقلق كثيرا حول إصابة عادل، لأنها إصابة تحتاج لقليل من الوقت، لن يكون 3 أشهر بل سيكون أقل من شهرين لعودة عادل للمنافسات. أولا أرغب في طمأنة الجمهور، إصابتي ليست بالخطيرة. قدمت لدبي لمقابلة طبيبي والتأكد أكثر من حالتي. الحمد لله الأمور جرت على أحسن ما يرام، وأظن بأن عودتي للملاعب تتطلب شهرا ونصف. الإصابة تعرضت لها رفقة المنتخب المغربي أمام السنغال، غير أنني لم أحس بآلامها إلا بعد 2 أو 3 أيام. إصابتي لم تخلق لي أي مشاكل مع مكونات نادي الهلال من إدارة وجهاز فني ولاعبين، بل العكس تماما، الكل يساندني في محنتي. في المقابل لم تتقبلها بعض من الجماهير، وهذا شيء طبيعي لأنها كانت ترغب في مشاهدتي بالملعب، وأعرف أيضا بأنها تنتظر مني الشيء الكثير، أنا والكاميروني إيمانا ومواطني يوسف العربي. أنت تعرف بأن الإصابة هي ضرائب يؤديها أي لاعب يزاول كرة القدم. هذه ليست أول إصابة في مشوار الكروي، لكن أرجو من الله تعالى أن تكون الأخيرة بمسيرتي كلاعب حتى أحقق ما أطمح إليه. أتحدث كثيرا لجماهير الهلال، أكيد أنهم محبطون بسبب إصابتي، وهذا شعور جميل من طرفهم، لكن فقط عليهم أن يتفهموا بأنني لن أدخر جهدا في الالتزام بمقاييس العلاج للعودة سريعا للملاعب وللمساهمة في قيادة الهلال نحو التتويج هذا الموسم. أما بالنسبة للجماهير التي لم تقبل فكرة مجيئي للخليج فهي لا تهمني، وأقول لهم بأنني سعيد بانضمامي لصفوف نادي الهلال السعودي، وسأحقق مع الهلال أشياء كثيرة هذا الموسم.